يو خوان غارسيا هو الحارس الجديد لنادي برشلونة. الصفقة تمت رسميا، مازال ديبتي روتوش. مبلغ الصفقة هو 25 مليون يورو. مبروك برشلونة. ويدخل اهتمامات مانشستر يونايتد. انضم من اللاعبين المتألقين والمظلومين إعلاميا هذا الموسم. بات قريبا جدا من نادي مانشستر يونايتد بعد تمام صفقة ماتيوس كونيا. ليام ديلاب هو المهاجم الجديد لنادي تشيلسي. الصفقة تمت رسميا، قادما من نادي إبسويتش تاون. هو من المهاجمين اللافتين للأنظار هذا الموسم. هو من المهاجمين الكبار هذا الموسم الذين تألقوا في الدوري الإنجليزي مقارنة بفرقهم الصغيرة إبسويتش تاون بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية. ديلاب إلى تشيلسي. السلام. لوكا مودريتش يرغب في ختام مسيرته في نادي كبير. بات قريبا الآن لوكا مودريتش من نادي اي سي ميلان الإيطالي لختام مسيرته. لاعب كبير ببساطة يختم مسيرته في نادي كبير. بعد كأس العالم للأندية سيرحل لنادي ميلان للعب كأس العالم 2026 رفقة منتخب كرواتيا. أكيد راح تكون إضافة كبيرة للميلان في وسط الميدان. محش نقول لك يضمن مكانة أساسية، ولكن كبديل ممكن يصنع الفرق. بخصوص أن تيجاني رايندرز خسروا الميلان لصالح مانشستر سيتي، تمت الصفقة رسميا، وهذه هي أهم الأخبار. دمتم في رعاية الله وحفظه، وكل التوفيق للمنتخب الوطني اليوم، والسلام. السلام عليكم ليكيب. نهضروا على مباراة الجزائر رواندا الودية. صح، بمبوط ما تعرفش الاختبارات كبيرة عطال. كان كارثة وخلاص. والوحيد اللي كان يحارب عندك ثلاثي: مازا بن طالب بوداوي بغداد بونجاح. ما ما يشدش لي جوار ويديكروشي مع الأجنحة، واقف غير في منطقة الجزاء يستنى كرات. وعلاه يا بيتكوفيتش تلعب بالكرات الطويلة اتجاه محرز؟ علاه؟ وحاج موسى علاه تدخل جدو حتى دقيقة 60 ولا